عسلامة، مرحبا بكم في جنة كويزين. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية. اليوم قلت نبارتاجي معاكم إن شاء الله طريقة الجنواز، سهلة ومش صعيبة وتجيكم خفيفة كيف الريشة. باش نسحقوا المكونات: 7 بيضات، 140 جرام فرينة، 100 جرام من شاي، 7 مغارف متاع ماكلة يكون ماء سخون قاعدين نشوفوا في الباخ ديجا خارج من الكاس، 200 جرام سكر. باش نسحقوا مغارفة متاع قهوة خميرة متاع جاتو، وربع مغرفة متاع قهوة بيكربونات، وبطبيعة الفاني. انا ما عنديش سكر فاني ذيك ساشيات، استعملت هذيك الروح. انتوما ديما نقولكم ما تربطوش ريحكم بيا، انا استعملوا سكر فاني العادي متاعكم. ونبداو توا في طريقة تحضير الجنواز. ناخذ 2 بال ونفصلوا الابيض على الاصفر. فصلنا الابيض وحده والاصفر وحده، وتوا باش نركضوا الابيض نتاع العظم حتى لين يولي كيما البلون نيج. كملت ركات الابيض متاع البيض متاعنا كما قاعدين تشوفوا، وليت كيما المنقار، يعني الابيض متاعنا ناجح ديجا. كي هاني قلبتها ما تاح حتى شيء. نجيو توا للاصفر البيض متاعنا، نحطوا عليه السكر والفاني ونزيدوا معاه 7 مغارف الماء السخون، وبطبيعه باش نركضوا بالكدا. اصفر البيض متاعنا تركض مليح مليح، قاعدين نشوفوا ابيض ولات الكونتيتي دوبل. توا باش نزيدوا عليه الفرينه والنشاء والخميره والبيكربونات، نغربلوهم مليح ومن بعد ندخلوهم بالسباتول. نوريكم كيفاش. نجيو توا للمرحلة المهمة اللي تخليط هذوكم الحاجات الشايحة مع الأصفر متاع البيض. ندخلو كما قاعدين تشوفوا من تحت للفوق، نحاولوا باش ما ندخلوش الهواء في الميلانج متاعنا باش من بعد ما تيحنش الخبزة. هوني كمان دخلت الميلانج بعضه، وتوا ناخذوا البيض الابيض نتاع البيض ناخذوا بالكونتيتي بشويه ونبداو نحركوا من تحت للفوق بسياسه بسياسه باش الميلانج نتاعنا وكل الابيض ما يتكسرش. كملت حطيت الكونتيتي اللي قاعدت من الابيض البيض، وكما قاعدين تشوفوا نحرك فيها بسياسه من تحت الفوق باش ما يتكسرنيش البيض وما يدخلش الهواء. هذا الميلانج اللي لازم نتحصلوا عليه في الاخر يكون كريمو وتبارك الله، معني كونتيتي معناها تكون ما شاء الله وافره. بون انا باش نقسمها الكونتيتي على مرتين على خاطر ما عنديش مول عاليه باش نطيب فيها، قسمتها بالتساوي. المول اللي استعملتها 22 سنتيمتر، الفور سخنته قبل على 175 درجه باش نطيب بالشالور تورنونت بالهواء. انتم تنجموا تطيبوا معناها عادي فوق اللوطه لمده 30 دقيقه، وديما ردوا بالكم وتحلوا الفور وتشوفوا تمشيش معناتها تحرق لكم الجنواز نتاعكم. هذه الجنواز اللي حضرتهم الخبزتين ما شاء الله جاو عالين تبارك الله. خليتهم ليله كامله بردوا، لازمكم تخليوا الجنواز نتاعكم تبرد باش من بعد في القصان تطوعكم وما تتفترش لكمش. وهذوما لي 4 جنواز اللي تحصلت عليهم. سامحوني الفيديو متاع القصان ما تصورليش، اما انا راني قصيتهم بسكينه متاع الخبز. وتوا نقولكم بسلامه وفي امان الله.